لو شفت قبل كده عربية موتورها على شكل حرف V أو محركها خطي ومش فاهم يعني إيه وإيه الفرق بينهم، فالفيديو ده ليك. النهاردة هنعرف مع بعض أنواع المحركات وأشكالها، عشان في أكتر من شكل ونوع للمحركات في عالم السيارات. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتدعمني باللايك لو الفيديو عجبك. ويلا نبدأ. وهنبدأ بأشهر شكل، وهي المحركات اللي على شكل حرف V. وده بيكون السلندرات مصممين بزاوية من 60 ل 90 درجة، زي عندنا ال V8 وال V6، وتقدر توصل لحد 12 سلندر. والتصميم ده ليه مميزات طبعا، وأهمهم إنك بتوفر مساحة داخل حوض الموتور، فتقدر تحط لحد 12 سلندر وبتقسمهم على اليمين والشمال، ويبقى عندك مساحة كافية جوه الحوض لبقية قطع الموتور. وكمان بيديك قوة وعزم دوران عالي وتوازن المحرك وأداء سلس. وآخر حاجة بتكون خاصة شوية لعشاق السيارات، وهو الصوت المميز، وخصوصا صوت ال V8. ولو جه في بالك سؤال هو في حاجة اسمها V4، هقولك ولكن مش في العربيات. ال V4 ده بيكون في عالم الموتوسيكلات زي الصاروخ الأرضي الدوكاتي V4 مثلا، لكن في العربيات مفيش 4 سلندر على شكل حرف V. نخش على المحركات الخطية، ومن الاسم السلندرات بتبقى ورا بعض خط واحد، وهو ده اللي موجود في كل العربيات الأربعة سلندر العادية. وفي منه 6 سلندر كمان، ودول كتير. عندك من ألمانيا ال B58 من BMW، وعندك من اليابان مواتير جبارة كتير زي ال RB26 وال 2JZ. محركات تصميمها عملي بسيط مفيهوش أي تعقيدات، بس زي ما قلنا بيبقى ليك حدود في عدد السلندرات عشان مساحة الحوض مش هتكفي. مميزات المحركات الخطية كتير، أهمها هو قلة الاهتزاز والضوضاء مقارنة بباقي التصاميم، ولكن بيكون تبريده مش أحسن حاجة خصوصا لو كان المحرك قوي. نخش بقى على مواتير البوكسر أو الفلات، ودي مواتير بتكون جاية بشكل مسطح، يعني السلندرات نايمين، والسلندرات هنا بتشتغل عكس بعض. والمواتير دي مش منتشرة قوي في صناعة السيارات، ولكن في شركتين بيستخدموا الشكل ده من المواتير، وهما سوبارو اليابانية وبورش عملاق صناعة السيارات، والحقيقة كانوا جبارين. مواتير صغيرة وبتقدر تطلع باور جامد، وميزته الأساسية إن مركز الثقل بيكون نازل لتحت أكتر من المحركات العادية، فبالتالي بيزود الثبات بشكل ملحوظ في الملفات بالذات. لكن زي ما قلنا مش مشهور قوي ومنزلش على عربيات كتير. نخش على محرك الروتري، ده بقى حكاية. محرك صممته شركة مازدا وخدت عليه براءة اختراع كمان، والمحرك ده بيسموه الدوريتوس لأنه فعلا من جوه شبه الدوريتوس شوية. هو غريب وما فيهوش سلندرات، بيكون في قطع مثلثة داخل غرفة الاحتراق اللي بتكون هنا مختلفة عن أي غرفة احتراق عادية شفتها قبل كده. وكل حتة في الغرفة دي مسؤولة عن إنها تعمل حاجة معينة، زي ما موجود في الفيديو قدامك بالظبط. المثلث ده بيلف أول مرة عشان يضغط خليط الهواء والبنزين، بعدين يلف عشان يتم اشتعال الخليط المضغوط ده ويولد طاقة، بعدين بيلف آخر مرة عشان يخرجه لنظام العادم. الموتور ده رائع كفكرة. موتور حجمه صغير جدا، ممكن يبقى 1.3 لتر أو 1300 سي سي، ويطلع قوة كويسة جدا على حجمه، كانت بتوصل ل 280 حصان وأكتر، وبيرف لحد 9000 ار بي ام. صوته لوحده أصلا مزيكا. لكن للأسف الموتور بعد فترة الناس لاحظت إنه بياكل زيت كتير، وده بيأثر على القطع الداخلية اللي بتخليه يبوظ مع الوقت، فما كانش اعتمادي، وكان بيطلع انبعاثات كتير نتيجة حرق الزيت ده اللي بيتسرب للموتور، واللي خلاه يتوقف عن الإنتاج بسبب قوانين البيئة. لكن نزل على مازدا RX 7 و RX 8 اللي كانوا محبوبين جدا. وعكس ما انت متوقع ان المحرك فشل كده خلاص، احب اقولك لا. رغم المشاكل اللي كانت بتحصل له، إلا إن عشاق السيارات وقعوا في حبه جامد، وبقت بتعدله وبتركب له تربوهات بتوصل بيه لحد 1000 حصان. ولو مش عارف إيه هو التربو، فعملنا عنه حلقة منفصلة ممكن تبقى تشوفها وتفهمه أكتر. كفاية كلام عن الروتري، هنبقى نعمل له حلقة منفصلة عشان فكرته معقدة شوية وتفاصيله كتيرة. أما بقى آخر شكل عندنا هو محرك على شكل حرف W، ولو أنت متعرفش، ده المحرك اللي كان موجود في أسرع عربية في العالم في وقتها، وهي البوجاتي شيرون والبوجاتي فيرون كمان. الموتور ده عشان ابسط لك تصميمه خالص، اعتبر انه محركين على شكل حرف V ملزوقين في بعض. وفي حالة البوجاتي كان W16، يعني 16 سلندر بالظبط، كأنك جبت 2 V8 ولزقتهم جنب بعض. طبعا المحرك ده نادر جدا ومنزلش على عربيات غير البوجاتي زي ما قلت لك، لانه كبير جدا ومصمم للهايبر كارز بس، ده غير ان تكلفته في التصنيع عالية جدا لانه معقد جدا طبعا. كده نكون خلصنا اشكال المحركات.
تعال نشوف بقى أنواع احتراق المحركات. وهنا عندنا نوعين، الدايركت انجكشن والبورت انجكشن. الدايركت انجكشن البخاخات بتكون مكانها داخل غرفة الاحتراق عشان ترش البنزين عند السلندرات على طول. ومميزات الجي دي اي او اللي هو الدايركت انجكشن كتير، بيكون استجابة الموتور اسرع وكمان كفاءته بتبقى عالية عشان مفيش اي بنزين بيتهدر هنا، وكمان بيدي تبريد احسن لغرفة الاحتراق واداء قوي طبعا. والنوع التاني اللي هو البورت انجكشن بيكون البخاخات مكانها في الانتيك قبل صمامات الهواء، والبخاخات لما بترش البنزين بتنظف الصمامات من الكربون المتراكم عليها، فبيكون هنا في مثابة منظف داخلي للصمامات، عكس الجي دي اي اللي من اقوى عيوبه هو تراكم الكربون على الصمامات، واللي بيضاعف اداء الموتور للاسف وبيعلي استهلاك البنزين لو ما تنضفش كل فترة. ولكن في المحركات الجديدة دلوقتي بقوا يستخدموا النظامين الجي دي اي والبورت انجكشن مع بعض عشان يستفيدوا من مميزات كل واحد ويعالجوا عيوب بعض. كده أكون شرحت لك كل أشكال المحركات ومميزاتها وعيوبها وكل نوع احتراق منهم. أتمنى تكون استفدت من الفيديو، وما تنساش تشترك في القناة وتكتب لي في الكومنتات تحب الفيديو الجاي يكون عن إيه. سلام.